طريقه ذكيه غادي تخلي وليداتك ياكلوا الخضره بلا ما يحسوا. وجبه غداء او عشاء سهله اقتصاديه وسريعه في التحضير ديالها، والاهم كتجي بنينه وصحيه. من نهار غديريها لهم غادي يبقاو يطلبوها ليك كل نهار. وكيف ما شفتوا معايا في الفيديو، بالنسبه للكميه ديال الخضر خديت 2 الحبات ديال الجزر و3 الحبات ديال البطاطا. الكميه كتبقى على حسب عدد افراد الاسره. ومازال عندي مكون ثالث اللي غادي ندرجو معكم في المكونات. هنا بالنسبه للخضره ديالي كنغسلها مزيان مزيان، كنقيها وكنعاود نغسلها مره اخرى. ضروري ما تغسلوا الخضره ديالكم بشكل جيد. كيف ما شفتوا معايا في هذه المرحله غادي نحكها في الحكاكه اللي كتكون العيون ديالها غلاظ، يعني كنحكوا الخضره ديالنا تكون غليظه، ما نحكوهاش في الحكاكه رقيقه. وانتم احبائي كتشاهدوا الفيديو ما تنسونيش دائما من لايك تشجيعا منكم ليا، وتعليقاتكم المحفزه اللي كتفرحوني بها دائما. ولا كنتم من المشتركين الجدد كنتمنى من كل قلبي تنضموا للقناه وتفعلوا الجرس باش هكا توصلوا بجديد الوصفات، وهذا بطبيعه الحال فضلا وليس امرا. هنا كيف شفتوا معايا راني حكيت الجزر وحتى البطاطا ديالي حتى هي كنحكها. وغادي ندوزو نكملوا الوصفه ديالنا فوق البوطه. بالنسبه للبوطه ديالنا كنشعلها على العافيه اللي كتكون متوسطه. كناخذ واحد المقله اللي ما كتكونش كتلصق، كنأكد عليها خذوا مقلاه غير لاصقه. كنضيف ليها زيت نباتيه او زيت الزيتون اللي كتفضلوا. وعندي هنا واحد الحبه متوسطه ديال البصله، غادي ناخذ منها نصف الكميه، ونص الكميه غادي نخليه على جنب باش غادي نحضر به حاجه اخرى. كندير ديك البصله ديالي في المقله، كنضيف عليها شويه الملحه شويه ديال البزار يعني الفلفل الاسود، وكنخلط وكنخلي ديك البصله ديالي غير كتنزل واحد شويه. من بعد كنضيف عليها الجزر اللي حكيناه والبطاطا. تقدروا تضيفوا الخضره اللي بغيتو. مازال غادي نضيف معكم المكون الثالث، ولا ما كانش متوفر عندكم غنقول لكم باش تعوضوه. كنبقى نخلط ديك الخضره ديالي مزيان مزيان. علاش قلت لكم خذوا مقله ما كتلصقش؟ لان البطاطا كتطلق لينا بزاف ديال النشا، وبلا ما كانت المقله كتلصق غادي تلصق لكم كامله في المقله ديالكم. هنا غطيت عليها وخليت ديك الخضره ديالي تدخلها الطياب مزيان مزيان. كتشوفوها بدات كتعلق. غادي نجيب المكون الثالث اللي هو السبانخ. صراحه كانوا متوفرين عندي وكيجيو لذاذ بزاف هاد الوصفه. قطعتهم وضفتهم في المرحله الاخيره. ما كانش متوفرين عندكم تعوضوهم بحبه ديال القرعه خضراء حتى هي تحكوها في الحكاكه الغليظه وتضيفوها في الاول مع الخضر. بالنسبه للمقيله ديالي راني طفيت عليها، وغادي ندوز نوجد الخلطه اللي غادي نخلط بها هاد الخضر. خديت واحد الاناء اللي غادي ندير فيه 3 الحبات ديال البيض. ديما البيض كنقول لكم كيبقى على حسب عدد الخضره اللي درتو، يعني كل ما درتو الخضره كثيره كل ما غادي تزيدوا عدد ديال البيض. بالنسبه درت شويه الملحه شويه ديال الفلفل الاسود شويه ديال البابريكا. درت بابريكا المدخنه، وعندي عطريه ديال الدجاج كانت متوفره عندي ضفتها. تقدروا تنسموا باللي بغيتو. ودرت تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال القزبر ومعدنوس مقطعين. وكنخلط مزيان مزيان داك البيض حتى كيتخلط ليا مزيان، وغادي نضيف عليه ديك الخضره. بالنسبه للخضره ما تضيفوهاش وهي سخونه. كنأكد عليكم الا ضفتوها هي سخونه راه غطيب لكم البيض، يعني خليوها غير حتى كتدفى واحد شويه فوق سطح العمل. عاد كنضيفوها ونخلطوها مزيان مزيان مع البيض. هنا للتغيير قلت غادي نديرها في هذا المول هذا، حيت مازال غادي ندير واحد الحشوه باش هكا كتكون طبق متكامل هكا للوليدات ولينا حتى حنا. علاش لا؟ خديت هذا المول ديال العجيب اللي دهنته مزيان مزيان بالزبده. ديروا هذا المول هذا او لا اي مول عادي، ما ديروش داك اللي فيه الزخرفه اللي كيكون مولات ديال الكرانيت، راه غادي تلصق لكم فيه الطورتيه ديالكم اولا هاد الوصفه. هنا كيكون الفران ديالي سخون مزيان مزيان. كندخلها طيب من التحت ومن الفوق حتى كطيب ليا وكتقبض في راسها وكتحمر مزيان مزيان. عاد كنخرجها وغادي نمشي باش نوجد معكم الحشوه اللي غادي نديرها في ديك الحفيره. انا بغيت نغير شويه، تقدروا ديروها غير بالخضر فقط. كناخذ نفس المقله اللي درت فيها الخضر، كندير ديك البصله اللي خليت من قبل، وكنزيد عليها طريفه ديال الدجاج اولا ديال لادانت، يعني قطع ديال ديك الرومي مقطعين طريفات صغار. كنخليهم حتى كيتشحروا مع ديك البصيله مزيان مزيان. بالنسبه للتوابل كنضيف شويه ديال الملحه شويه ديال الفلفل الاسود. التوابل دائما كيبقاو اختياريين. عندي هنا عطريه ديال الدجاج غادي نضيفها، ما كانش عندكم راه غتعوضوها بشويه السكينجبير شويه ديال الخرقوم
وهانتوما قاديه للغرض. صافي انا بالنسبه ليا كانت متوفره داكشي علاش ضفتها. كنضيف شويه ديال الفلفل الاحمر. بالنسبه ليا انا ضفت الفلفل الاحمر المدخن، تقدروا ديروا غير التحميره العاديه اولا الهريسه اللي كيبغي الحار. وزدت واحد شويه ديال صلصه الصوجه اللي كتعطي صراحه واحد المذاق رائع جدا. ما كانتش متوفره عندكم تقدروا ديروا معلقه صغيره ديال لاموطاد. كتحركوا مزيان مزيان هذا الخليط هذا وكتخليو المقيله ديالكم حتى كتنشف وكيطيب داك الدجاج. من بعد كنضيف جوج القطع ديال الجبن ديال الساندويتش الا كان متوفر عندكم. كانت متوفر عندكم حتى الكريمه السائله الخاصه بالطبخ حتى هي راه كتجي زوينه في هذه الوصفه هذه. انا بالنسبه لي توفر عندي غير جبن ديال الساندويتش. تقدروا ديروا الجبن المثلث او اي جبن كريمي عندكم تقدروا ديروه باش كيعطي التعليكه الحشوه ديالنا. صافي هنا كنرجع للطورتيه او الوصفه ديالي من بعد ما خرجتها من الفران. راه تقدروا انكم طيبوها حتى في المقله، راها كطيب في المقله بشكل عادي كيما نطيبوها في الفران كيما نطيبوها في المقله. انا غير بغيت نبدل شويه على نغيروا شويه من الطريقه ديال الطياب ديالها، داكشي علاش دخلتها الفران. ولكن راه ممكن انكم طيبوها في المقله. كنجيب واحد السباتيو ملي كنخرجها من الفران كنحاول ندوزها على الجوانب مزيان مزيان وكنوصلها حتى لتحت. وكنجيب الطاوه اللي كتعاود تدخل الفران كنفرشها بورق تاع الطبخ وكنقلب فيها المول ديالي. كنضرب هكا شويه من الفوق باش كتحيد ليا بكل سهوله. الحاجه الوحيده اللي ناكد عليكم المول ديروا المول العادي ودهنوه مزيان مزيان باش تحيد لكم بكل سهوله. الا درتوا المول اللي كتكون فيه الزخرفه راه غادي تلتصق معكم، وانا علمتكم وعطيتكم الانذار. المهم هنا بالنسبه للحشو كيبقى اختياري كما قلت لكم. تقدروا ديروا غير الخضر بوحديتهم راه كيجيو بنان بزاف. انا فرشت واحد شويه ديال الجبن الاحمر اولا الموتزاريلا، درت ديك الحشوه ديال الدجاج من الفوق وغادي نعاود نزيد عليها شويه ديال الجبن من الفوق وغادي ندخلها لهاد المرحله الفران غير من الفوق تيذوب لينا داك الجبن من الفوق صافي. وغادي نخرجوها ونقدموها بالصحه والراحه. راه كتجي بنينه بنينه بزاف معلكه ما تشبعوش منها. شوفوا معايا كيفاش كتجي رائعه. وكيجي طبق ليه هو متكامل الخضر والدجاج، يعني طبق لي زوين بزاف. هنا داك الورق ديال الطبخ صراحه كيساعد بزاف باش كنبغيو نزولوها من الطاوه ونحطوها في طبق التقديم. وشوفوا معايا كيفاش كتجي يا سلام. كنتمنى من كل قلبي انكم تجربوها لان فعلا كتستحق تجربه سهله وسريعه وبسيطه. كما قلت لكم لما بغيتوش ديروها في الفران ممكن انكم ديروها غير في المقلاة وتقلبوها وتعاودوا ديروا من الجهه الاخرى تخليوها طيب من الاسفل وديروا عليها داك الحشو تجيكم بحال شي بيتزا في المقلاة. كتجي يا سلام ما تشبعوش منها. انا قطعتها معكم باش تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل. راه كتجي رائعه جدا. كتجي معلكه مع داك الجبن كيعطيها واحد المذاق. الحشوه ديالنا حتى هي كتجي زوينه بزاف. الخضر ما كيجيوش باينين نهائيا. سبانخ الجزر اولا البطاطا تقدروا ديروا حتى القرعه الخضراء لكم الاختيار. نتمنى فعلا الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا دائما بلايكاتكم تشجيعاتكم اللي كتفرحوني بها دائما. الاشتراك في القناه والضغط على الجرس باش توصلوا بجديد الوصفات. يلا خليتكم على خير الى فيديو جديد ان شاء الله في حفظ الله ورعايته. وشكرا على المتابعه ديالكم.